تعالى اقول لك النهارده ازاي تجيب عملاء عن طريق الايميلات، بس المره دي ازاي بقى تكتب لهم الايميل، مش تبعت لهم الايميل، لا تكتب لهم الايميل. واللي ما عرفنيش، انا ابراهيم خليل شغال في التسويق والاتمته، وجبت عملاء كتير جدا جدا بالطريقه اللي انا هقولها لك دي. وزي ما انت شايف من السكرين بتاعت التحويلات، بدات ان انا استدرج عملاء واجيبهم، وان انا احاول ان انا اسوق لهم، وكمان ان انا ابدا ابيع لهم المنتجات بتاعتي عن طريقه التسويق اللي انا هديها لك النهارده. الطريقه دي هي معتمده على الكولد ايميل. واللي ما يعرفش يعني ايه كولد ايميل، ان انا ببعت ايميلات لناس ما تعرفنيش، ببدا ان انا اعرفها عن نفسي، وببدا ان انا احطها في الفانل، وببدا ان انا اتراك حاجات معينه، وببدا ان انا اعرف الناس دي هتشتري امتى ومش هتشتري امتى، وعن طريق المتابعه وعن طريق الزن. والعميل اللي مش هيجي النهارده هيجي بكره. لو عايز تعرف الطريقه دي اكتب لي بس كلمه تمام، وهبعت لك الشرح، وابعت لك كمان السكريبت مجانا. يلا بينا نبدا الفيديو. اهلا بكم من جديد، معاكم رؤوف خليل من ان بالعربي. النهارده باذن ربنا هنتكلم على ازاي اكتب ايميلات واستدرك كمان عملاء، وكمان ابدا ان انا اسوق لهم بالطريقه اللي انا هقولها لكم النهارده. طبعا انا المره اللي فاتت اتكلمت على ازاي تبعت ايميلات بكميات كبيره، لان انت هتحتاج ان انت تبعت ايميلات بكميات كبيره. والفيديو هيظهر لك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. وهتبدا ان انت بعد ما تبعت لهم الايميلات تبدا بقى تتراك بقى مين اللي فتح الايميل، ومين اللي تتبع، مين اللي داس على اللينك، وهكذا. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدا الفيديو. طب اول حاجه معانا، انا محتاج ان انا اخلي الراجل يفتح الايميل. ماشي. طبعا الايميل بتاعنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من النيم، التايتل، وبيتكون من السبجكت، وحاجه اسمها البري هيدر. ماشي. تعال نفتح كده ايميل. اول حاجه عندي ان هو ده التايتل اللي هو اسم شرحناه في الفيديو اللي فات، وده السبجكت، وده البري هيدر. طبعا في الموبايل هتلاقيه اقل، يعني هتلاقي مثلا السبجكت هو اللي بيظهر بس، البري هيدر مش ظاهر، والتايتل ظاهر، وبيجي لك في النوتيفيكيشن الموبايل التايتل والسبجكت وبس كده. طيب احنا كده عرفنا بيتكون من ايه. طبعا في ايميلات بتخش في حاجه اسمها الاسبام، يعني انا لو رحت ان هو دوست على الحته دي في اسبام. طبعا انا الايميل لو دخل في الحته دي خلاص كده مع السلامه. طبعا كنت شرحت المرة اللي فاتت ازاي الايميل ما يخشش في السبام، وهتلاقي برضه في الفيديو. طب ازاي بقى اكتب الايميل عشان اخلي العميل يفتحه، واخلي العميل يضغط عليه، وكمان يجي لي على صفحة التابوت ويعرف مين انا، وابدا ان انا اقدم له الخدمات بتاعته. اول حاجة ان انت لازم تبين ان انت عامل بحث عن شخص. يعني انت بتقول له مثلا ايه؟ اخر بوست عجبني انت منزله عن كذا 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 كذا. ماشي. البوست الاخير اللي انت منزله، يعني حاول انت تقول له مثال عن اللي انت بتدور عليه. يعني مثلا ممكن تقول له ايه؟ اتمته زائد الايميلات بتساوي فلوس. هو لو بيدور على الاتمته او شركات من الشركات اللي بتدور على الاتمته ولقيتها بتنزل فيديوهات عن الموضوع ده، فهو الراجل مهتم. ماشي. حاول تقول له في البري هيدر اللي هي الجمله دي، ماشي، الحته دي، حاول ان انت تقول له ايه؟ ازيك يا كذا، انا كذا، وكنت محتاج ان انا اتواصل معاك ضروري. ماشي. ضروري دي هتخلي الواحد ايه؟ يفتح الايميل. ماشي. خلي بالكوا من النقطة دي. دي بتخلي الواحد عايز يكمل. ليه ضروري ان انت محتاج؟ ماشي. وحاول انت تخصص الموضوع زي ما قلت لك فوق كده. قول له انا في اخر فتره شفت لك بوست عن كذا، شفت لك. ما تقولوش بقى انا شفت البروفايل بتاعك وشفت لك مش عارف ايه، لا. يعني حاول انت تقول له اخر حاجه هو عملها على السايت بتاعه، هو عملها على السوشيال ميديا بتاعته. تقول له مثلا اخر فيديو انت منزله على فكره كان جميل جدا، بس لو حصل واحد اتنين تلاته فيه كان هيبقى احسن واحسن. انا على فكره بقدم خدمات المونتاج، فانت ممكن انت تشوف مثلا الشغل بتاعي على بيهانس مثلا، فخش شوف. الراجل قرا اول حته عنه والباقي عنك، بس اول حاجه انت اهتميت بايه؟ بيه. فاهم الفكره؟ ولازم تديله فاليو بروبوزيشن. يعني انت ما تقولوش احنا بنبيع. ماشي. انت عندك مشكله. انا لما قلت لك المثال من شويه قلت لك بس كان في واحد اتنين تلاته عندك في الفيديو. ماشي. وبعد كده بدأت أقول له إحنا عندنا واحد اتنين تلاتة في الإيه؟ في المنتج بتاعنا، خش شوف إيه؟ بيهانس. فأوعى تقول له إن أنا بعرض كذا، أنا بعرض مثلا خدمات كذا.
لا قول له بص انت لو بتستخدم مثلا 5%، يعني في حاجه اسمها سيلز نافيجيتور على لينكد ان، ماشي، بيبيعوا يعني من خلال لينكد ان. لو انت بتستخدم ده ماشي، فخلي بالك انت بتجيب 5% بس، احنا هنساعدك انت توبتمايز ال 5%، تجيب بقى 10% من العمر. انت شفت الحته، جبت له المشكله، ماشي، جبت له المشكله بعد كده الحل. حلو، يعني احنا عندنا في التسويق او في السيلز بنعلم السيلز عندنا ان اول حاجه انت لازم تبتدي بيها، ماشي، ان انت تعرف العميل ده مهتم بايه، ماشي، تبدا ان انت تشوفه الراجل ده عايز ايه. جميل، طب انت شفت اخر حاجه هو منزلها، هو بيتكلم على الاتمته، انا بتكلم على الاتمته، ماشي، يبقى هو مهتم بالاتمته. حلو، ايه اللي هو بيعمله؟ بيعمل فيديوهات. طب ما اعرض عليه مثلا ان انا اعمل له مونتاج للفيديوهات واوري له عينه من العينات اللي انا بعملها، ماشي، او هو بيعمل اعلانات بس انت شايف ان انت الكرييتيف بتاعته مش حلوه، فايه رايك انا ممكن ان انا اعمل لك واحد اتنين تلاته، عشان انا شايف في الكرييتيف بتاعك واحد اتنين، واعمل لك سامبل وجرب، ولو تمام انا ممكن ابدا اشتغل معاك. حلو، يبقى هنا انت اديته الايه المشكله. فاحنا بنعلم السيلز ان احنا نقول لهم يا جماعه اعرفوا العميل مهتم بايه، اعرفوا هو جاي لنا ليه، ليه كلمنا اصلا، وبعد كده اعرفوا مشكلته، ابداوا ضخموا له في المشكله، ابداوا اعرفوا له ايه اللي هيحصل لو انت فضلت مكمل والمشكله دي معاك، وبعد كده ابدا فصل له الحل بناء على مشكلته. ده اللي بيحصل في ايه؟ في الايميل، في البودي بقى، ماشي. طيب لازم بقى الختمه في نهايه، ما تقولوش بقى احجز معاك، قول له لو انت تمام مهتم ابعت لي بس، قول لي ريبلاي، ماشي. آه لينك الحجز ده بيخلي الواحد كانه متكبر، اللي هو يعني ابعت لي. لا طب ايه رايك لما تقول له ايه، بص لو انت حابب ان احنا نتناقش في الموضوع ده في خلال الاسبوع ده، اعمل لي بس ريبلاي ونحدد ميعاد مع بعض. الطريقه جميله وشيك. يعني هنا مثلا ايه، لو انت ما عندكش وقت الاسبوع ده، ماشي، احنا ممكن الاسبوع الجاي نحدد ميعاد مع بعض ون ايه ونعمل ميتنج، ماشي، وهو الراجل قال لك تمام انا مهتم، ممكن نحدد ميعاد، ابعت له لينك الايه الميتنج ده، يا ريت يا فندم ممكن نخش ايه ميتنج مع بعض، وانت المتحكم، خلي بالك في الحته دي، انت المتحكم في جدوله الايميل، انت المتحكم في جدوله الايه الايميل. خليني اقول لك مثال. يعني مثلا انا ممكن اقول له ايه ان زبير فكره اتمته لفودافون مصر، ماشي، انا ببعت ميل لفودافون مصر بس. ازيك يا احمد، انا مش بقدم لك نفسي بشكل رسمي، انا ابراهيم من ان بالعربي. انا لقيت ان فودافون مثلا بدات الفتره اللي فاتت ان هي تشتغل في موضوع الاوتوميشن بشكل كبير. لو احنا حطينا نظام مشابه في السي ار ام والاي بي اي، هيبقى الموضوع مرهق جدا. ادي ايه المشكله، وهتستهلك وقت كبير. احنا ساعدنا شركات مشابهه في اتمته نفس العمليات باستخدام ان ان، وده قلل العمل اليدوي بنسبه وصلت 60%. ممكن نرتب ميعاد الاسبوع اللي جاي لو انت حابب، او اللي بعده، الحل ده لو مناسب معاك بلغني وانا ابعت لك لينك الايه الميتنج على طول. ماشي، تحياتي يا ابراهيم. طب تخيل انت مثلا انا بعت سي انا رحت جبت من جوجل مابس زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ماشي، مثلا 10,000 ايميل، 20,000 ايميل، وبعت لهم كل واحد بمشكلته. ما تزعلوش مني، كل شركات التسويق مشاكلها واحده، سواء في الكرييتيف، سواء في الاعلانات، سواء في الويب سايتات، مش عارف ايه. تمام، رحت كتبت لهم، بس اهم حاجه ذكرت اسم الشخص، او يا عم انت لو جبت 100 ايميل، 100 ايميل حرفيا، واهتميت بيهم ان انت هتدرسهم كويس الاسبوع ده، وبعد ما تدرسهم تبدا تبعت ايميلات مفصله لكل واحد. انت مش محتاج، واحنا في عصر بقى شات جي بي تي، يعني انت ممكن تديله الويب سايت، تديله لينكات السوشيال ميديا، تديله كل حاجه عن البيزنس ده، وهو هيخش يسكراب زي ما في الفيديو اللي فات حرفيا دخل عمل سكراب للبروفايل بتاع ان ان، وجاب لي الحاجات اللي انا واقع فيها، وبدا ان هو يديني ايميل يساعد ان ان بالعربي ان احنا نسوق له ازاي. احنا بقينا في عصر السرعه، فحاول انت ايه تبقى سريع، ماشي، كل ما تبقى سريع كل ما تبقى ناجح. طبعا دي مش نهايه الفيديوهات بتاعتنا، ما تنساش ان انت تعمل لايك شير وسبسكرايب القناه، وكمان ان انت تشترك في الكورس بتاعنا عليه خصم 70%. كان معكم إبراهيم خليل من ان بقى عربي.
سلام.